خططنا تخطيط القوات الجوية ضمن خطة القوات المسلحة، وعملنا الخطة بتاعتنا تخطيط مصري كامل وصميم. وبدأت القوات الجوية الحرب، دخلنا هجمنا على جميع وسائل الدفاع الجوي، هجمنا على مطارات العدو الموجودة في سيناء، هجمنا على مراكز القيادة في سيناء، دمرنا 95% بدون مبالغة. وحصل ارتباك في القيادة الإسرائيلية. صواريخهم اللي كانت على طول القناة تعطلت، سواء تدمرت أو شلت فعالياتها. مراكز القيادة اتشلت، ما كانش فيه اتصال. القوات الجوية قامت بالضربة بتاعتها، دمرت 95% من الأهداف اللي هي كانت مكلفة بيها. خسائرها ما كانش حد يتوقعها، لا تزيد عن 1.5 ل 2%. ودي نتيجة ما كانش حد يتخيلها أبدا، أو ما حدش كان يتصورها، سواء من العدو أو من الصديق. بهذا النجاح العالي وبالنتيجة اللي هي ثبتت لنا في يوم 6 أكتوبر. المعركة دي قامت 55 دقيقة، تعتبر معركة في سجل التاريخ، معركة طويلة جدا. الضربة ديت أنا بعتبرها مفتاح النصر للقوات المسلحة. مش بقول إن القوات الجوية هي اللي جابت النصر للقوات المسلحة، لا، القوات المسلحة كلها مشتركة، هي اللي أدت إلى نصر أكتوبر. لكن القوات الجوية بضربتها الرئيسية ساعة فتحت باب النصر لقواتنا المسلحة، فتحت باب النصر لبلدنا. النائب حسني قال ان تقديرات الاتحاد السوفيتي رسميا اهي انه في الضربة الاولى هنحقق من 30 الى 35% من اهداف الضربة، والخسائر هتكون من 40 الى 45%. خسائر من 40 ل 45%، وتحقيق اهداف من 30 ل 35%. هذه كانت تقديرات، ودخلنا وانا مش محتاج اقول النتائج. الضربة الاولى تمت بروعة. بيحترموه قوي في اسرائيل حقيقة، يعني لانه الدرس كان موجع. نائب رئيس الجمهورية لازم يكون من ابطال 6 اكتوبر. لواء طيار محمد حسني مبارك، قائد القوات الجوية. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الوطن العزيز هو وطني، مثلما هو وطن كل مصري ومصرية. فيه عشت وحاربت من أجله، ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. إن الوطن باق والأشخاص زائرون، ومصر العريقة هي الخالدة أبدا. أسعد أيام حياتي يوم رفعت علم مصر فوق سيناء، واجهت الموت مرات عديدة طيارا وفي أديس أبابا وغير ذلك كثير، ويحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من بعض بني وطن. إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه،
كما أنني رجل من أبناء قواتنا المسلحة، وليس من طبعي خيانة الأمانة أو التخلي عن الواجب والمسؤولية. وأنني متحملا مسؤوليتي الأولى في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. لن أسمح بذلك أبدا، لن أسمح لهذا الخوف أن يستحوذ على مواطنينا، ولهذا التحسب أن يلقي بظلاله على مصيرنا ومستقبلنا. وأقول من جديد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية أمنهم وأمانهم، وسوف أدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمان شعبها. فتلك هي المسؤولية والأمانة التي أقسمت يمينا أمام الله والوطن بالمحافظة عليها. حافظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا، والسلام عليكم ورحمة الله. وأشهد الله أنني لا أبالي بمحاولة البعض التعمية على دوري في حرب أكتوبر، وقد قمت به مخلصا تجاه الله والوطن.